عسلامة ومرحبا بكم. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافية. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مقرونة بالعلوش، حاجة تعمل 66 كيف. تابعوا معايا الفيديو للآخر وباش نعطيكم جميع الأسرار باش تجيكم المقرونة بنينة ومشخشخة وتعمل 66 كيف. إن شاء الله يا ربي تستفيدوا من الفيديو. وتوا نبداو في طريقة التحضير. أول حاجة خذيت 150 مليلتر من الزيت النباتي، وباش نقلي فيه 2 قرون فلفل أخضر باش يسيبوا اكل المطعم متاعهم لبنين. وفي ساعة في ساعة راهو ميم با هكا يتقلاو شوية ومن بعد تخرجوهم وردوا بالكم تحرقوهم. وتوا باش ناخو كعبة بصل قصيتها جويدة بالطريقة هذية، وباش ناخو كمية اللحم ونقليها، وباش نفوحها بشوية من الفلفل الأكحل وشوية من الكركم. نخليهم يتقليو بالكدا بالكدا قبل ما نحط الطماطم والهريسة. لازمهم يتقليو بالكدا وكل اللحم يسيب المطعم متاعو ويسيب الماء متاعو. وتوا بعد ما تقلى اللحم تاعي بالكدا بالكدا كيما تشوفوا من الجهات الكل، باش نضيف توا 3 مغارف كبار من الطماطم المعجونه، 2 مغارف كبار من الهريسه العربي، وريقات رند. بالنسبه للرند 4 ورقات حطيت. وبالنسبه للهريسه العربي راهو كيما تحبوا، معناها كيما تحبوا انتم، تحبوها حاره والا تحبوها مش حاره. باهي. باش نخليها توا تتقلى بالكدا بالكدا لين تتحل معانا كالطماطم ويتنحى القروسيه متاعها. توا باش نضيف لها اشطر كيس متاع ماء سخون، خاطر توا باش نحط الفلفل الزينه ولا الفلفل الاحمر كيف كيف. وقبل ما تحطوا التوابل متاعكم بصفه عامه لازمكم تحطوا شويه من الماء باش التوابل ما يتحرقوش ومن بعد يسيبوا المراره متاعهم. توا باش يتقلاو مع بعضهم من با دقيقة من زمان، ومن بعد باش نمرق بالماء سخون. وتوا باش نمرق بالماء سخون. بالنسبة للماء راني مانيش باش نحط كمية كبيرة، باش نحط كمية قليلة. وكل مرة هكا وقت اللي نحسها الصلصة بدات معناها تشيح من الماء نزيد لها الماء. هذا سر باش تقعد الصلصة متاعنا ثقيلة. لو كان تحطوا لها الماء فرد مرة راهو من بعد تجيكم جارية. ولو كان زادا باش طيبوا الصلصة متاع المقرونة في كوكوت هكا تضطروا باش تحطوا الماء هكا مرة واحدة. كيما توا حسيتها تشيحت شوية من الماء باش نزيدها شوية من الماء سخون. وتوا بعد ما طاب اللحم والصلصة قرت الزيت متاعها باش نكمل نرمي كعبة بطاطا قسيتها على 4. الحاجة ذي راهي اختيارية، اللي يحب يحط واللي ما يحبش راهو ما يحطش. كملت هرست راس ثوم مع شوية ملح ونخليهم يطيبوا مع بعضهم الكل. وفي نفس الوقت راني حطيت الماء يسخن، حطيت له شوية ملح و2 مغارف كبار من الزيت وباش نخليه يسخن على روحه. حبيت نوريكم القوام متاع الصلصة، شوفوا كيفاش قاعد ثقيل. وتوا بعد ما طابت البطاطا متاعنا باش نرمي 2 قرون فلفل اخضر نخليهم يطيبوا 5 دقائق ومن بعد نطفي على الصلصة. وتوا حطيت المقرونة تطيب. الوقت اللي باش تطيب فيه ما بين 9 و10 دقائق. وتوا صفيتها، لازمكم تصفيوها كومبليتمون من الماء. وتوا باش نبدا نخلط فيها. حسيلو ما نحكي لكمش على الريحة متاع الصلصة وقديش جاتني بنينة 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 على الاخر. وهذه هي المقرونة متاعنا حضرت. ان شاء الله يا ربي نكون قدمت لكم اضافة واستفدتوا من الفيديو متاعي. ونتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد ونقولكم بسلامة وشهية طيبة.